بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى هنعمل المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة والبشاميل كريمي كده وتحفة وجميلة جدا. هنعمل صينية بوش عادي هوريكم ازاي برضو، وواحدة هنحط عليها جبنة موتزاريلا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا لي في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعة المتابعة على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. ويلا نسمي الله ونبدأ بالوصفة بتاعتنا. بصوا احنا هنعملها كلها في وقت واحد. حطينا المية على النار بتغلي، ومعايا طاسة. قبل ما المية على النار تغلي عشان نسلق المكرونة هنكونوا عملنا ايه؟ عصجنا اللحمة وهنعمل البشاميل كمان. ما بياخدش اي وقت خالص. سمي الله كده وفي اقل من نص ساعة تكوني مخلصاها. حطينا حتة سمنة. هننزل دول 3 بصلات وسط كده. ما تكتريش البصل في اللحمة المتعصجة بتاعتك عشان تطلع معاكي لحمة وحلوة. حطيناها اهي لحد ما تدبل معانا، اوعي تحمريها او تلون معاكي. حابة تحطي اللحمة مع البصل الاتنين مع بعض وتشوحيهم من غير اي مادة دهنية براحتك. حابة تعملي زي كده اعملي. بصوا اول ما دبلت معانا اهي مخدتش اي لون خالص. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. هيعملوا لي صينيتين بشاميل حلوين قوي. هتشوفوا دلوقتي. قلبيها كده لحد ما تلون معاكي. انا ما بحبش انشف اللحمه المفرومه، بحبها فيها سوائل كده جوسي يعني، عشان تدي طعم مع المكرونه. ده مكعب مرقه. بهاراتنا شويه ملح او أو فلفل اسود. وما تكتريش في الملح بتاعك، يا دوبك كده طرف المعلقه عشان مكعب المرقه معانا فيه ملح. قلبيها، ما بتاخدش على النار اكتر من 5 دقايق كلها على بعضها. بس ايدك اهم حاجه في التقليب. اهوت زي ما انت شايفه كده. اهو بصوا، ما اخدتش 5 دقايق على النار. انا بحبها فيها سوائل. بصوا السوائل منزله سوائلها ازاي، بوريكم اهيت. بس كده. ولونت معانا، هي كده استوت. اول ما تلون معانا اللحمه المفرومه اعرف ان هي استوت خالص. اوعي تنشفيها على النار، ما بتديش طعم حلو. معايا بقى حله تانية. هننزل بحوالي 5 6 معالق من السمنه. حته سمنه حلوه يعني كده. البشاميل اللي بيحب السمنه. حابه تستبدليهم سمنه وزيت او زبده وزيت براحتك. بس انا هنا هعمل صينيتين على 3 كيلو لبن. اهو هننزل بحوالي 5 6 معالق من الدقيق هرميين كبار. الحجم اللي انتوا شايفينه كده. 5 معالق هرميين كبار اهم حاجة. معاكي بقى مضرب، معلقة، اي حاجة. بصوا اهم حاجة الدقيق كده يكون عايم في ايه؟ عايم في السمنة عشان تاخدي بشاميل كريمي وناجح. بس انا هنا عاملة كمية كتيرة شوية عشان هم صينيتين. يا دوبك قلبيه كده حوالي 3 4 دقايق كده. شمي ريحة الدقيق، ما تحمرهوش برضو ما يلونش منك. هنا قبلها بيوم جايبين اللبن. بص مطلع قشطة. غليته وغطيته وحطيته في التلاجة. انزلي بقى. بصوا وقت تحمير الدقيق دقيقتين بالظبط. يا دوبك طلع ريحة يعني ريحة كده بس. انزلي عليه باللبن بقى. وقلبي كويس. ما تسيبيش المضرب من ايدك. قلبي كويس قوي.
كل لما تقلبي البشاميل بتاعك كل لما هتاخدي نتيجة حلوة قوي منه. بهاري بقى بحبة فلفل اسود مش كتير، عندك فلفل ابيض تمام. ملح برضو بقولك ما تكتريش الملح عشان هنحطه مكعب مرقة دجاج، والبشاميل لما يبقى حادق مش بيديكي طعم حلو، طعمه كده كريمي وسطاني الملح، ظبطيه. وهنا بقى ايدينا في التقليب اهو، هيبتدي يتقل بقى معانا. هنا كانت المية على النار غليت معايا. المكرونة ام بشاميل المية ما بتحتاجش في السليق غير معلقة ملح بس، لا بنحط الزيت ولا اي حاجة. ونزلت بالمكرونة، ده كيلو من المكرونة. وهنسيبها تتسلق ايه معانا. قلبيها كده وسيبيها، ما تفضليش تقلبي فيها علشان خاطر ما تتكسرش منك. اهو عقبال بقى ما الميه غليت وهتتسلق المكرونه، عملنا البشاميل وعصجنا اللحمه وحضرنا حاجتها. بصوا بيتقل ازاي، انا مش عايزاه تقيل ولا مكلكع، انا عايزاه القوام دوت اللي انتوا هتشوفوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس كده عشان لما يبرد هيتقل معايا برضو. بصوا ماسك في المعلقه ازاي، اعملي المعلقه كده بتاعتك تعمل خط. بس كده سيبته بقى ايه عقبال ما المكرونه اتسلقت. بصوا قوامه، بصوا يا جماعه كريمي ازاي، بصوا شكله. ودي اللحمه ودي المكرونه. سبتها تتصفى وجبت بقى الصواني بتاعتي. هعمل معاكم صينيه، والصينيه التانية بقى انا هعملها علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. حطي طبقه محترمه كده من البشاميل من تحت، ايوه، عشان هنحط عليها المكرونه. وزعيه. بصوا طبقه كبيره ازاي، بصوا البشاميل شكله اصلا. مظبطين السمنه، مظبطينه هو، مش محمرين الدقيق. هيدي معاك ايدينا فيه بالتقليب، حط له لبن، ايدينا فيه على طول بالتقليب عشان ما يكلكعش. هنا انا هعمل المكرونه طبقه واحده، مش هعملها طبقتين. حطي برضو ايه معلقتين كده من البشاميل فوق الوش وقلبي. كل لما هتديها بشاميل هتعوم وتبقى جوسي وجميله جدا. اهو كده قلبناها اهوت. هنيجي بقى نوزع اللحمه. كميه اللحمه دي بتاعتك انتي، بتحبيها كتير بتحبيها شويه بتحبيها وسط زينا كده، يبقى تمام. وزعت اللحمه اهوت نصها. وانزلي بقى ببقيه البشاميل ووزعي. بصوا قوام البشاميل تحفه والله يا جماعه، كريمي وتحفه زي ما انتوا شايفين كده. عملناها اول واحده وعملنا التانية بنفس الطريقه برضو اهيت، مع الاختلاف ان دي هنديها وش جبنه، جبنه موتزاريلا. عايزه جبنه تركي براحتك، اللي هي رومي يعني، براحتك خالص. وزعناها اهوت بالشكل دوت. يبقى دي وش موتزاريلا. التانية بقى هنعمل لها ايه، معلقه سمنه فلاحي اهيت،
سيحتها على النار كده، فككتها، انزلي بيها فوق الوش بس كده، عشان تديله اللمعة وتديله التحميرة بتاعته. وزعيها بس أهم حاجة. حبة فلفل أسود كده، نطرات خفيفة، هتديكي أجمل وش. حابة تحطي بيضاية حطي، بس أنا مش بحب البيض في البشاميل بصراحة، بيتحرق بيبقى مزفر كده، يعني مش بيدي نتيجة كويسة. طلعت معانا أم جبنة أهيت، حطيتها في الفرن على الرف الأوسط طبعا، قعدت حوالي ربع ساعة، وبعدين طفيت النار من تحت وولعت الشواية، خدت اللون اللي انتوا شفتوه دوت. بس هي الكاميرا يعني ايه مغمقة اللون شوية. بصوا يا جماعة جوسي ازاي، بصوا تحفة تحفة تحفة، جربوها بس على الطريقة دي هتعجبكم قوي. على فكرة بتبقى أحسن من الطبقتين، دي طبقة كده بتبقى خفيفة وشاربة من البشاميل كله وطعمها جميل جدا. بصوا الجبنة بتمط ازاي اهي، بصوا عايمة ازاي. حباها تبقى متماسكة سيبيها تبرد شوية، هتطلع معاكي الخرطة بخرطتها، لكن احنا بنحب نغرفها كده بصراحة، نحبها عايمة كده. ودي التانية اهيت، طلعت معانا، بصوا ده اللون ايه زي ما انتوا شايفين، طعم تحفة وريحة جبارة، وبألف هنا وشفا على قلبكم وقلبنا. هقطع معاكم التانية اهيت، نفس القوام ونفس كل حاجة، مع اختلاف ان دي وش موتزاريلا ودي وش سمنة. بصوا برضو اهيت عايمة زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم بقى؟ ما تحطش اللايك بقى، انا مش بطلب منكم اللايك يا جماعة، انتوا المفروض تحطوه. ايه رأيكم بقى؟ وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعة المتابعة على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.